السلام عليكم، ورجعنا لكم بأفكار جديدة في سلسلة جديدة، سلسلة تربوي. أسئلة بتجيلي من أولياء الأمور وإزاي نرد عليها. يلا بينا. كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس. اتفضل حضرتك. مستر ابني مش بيركز خالص في المذاكرة. بص حضرتك، الحل هنا بسيط خالص. احنا مش هنضغط عليه انه يقعد ساعتين ثلاثة متواصل، لا مش شرط. احنا هنمشي معاه بالبومودورو، ودي طريقة بسيطة خالص. بيقعد 25 دقيقة يذاكر و5 دقائق يفصل. بكده بنديله مساحه اكتر للاسترخاء ومساحه اكتر لانه يرتاح، وبعدين يكمل بدل ساعات طويله ويسرح مننا. وفي نفس الوقت هنعدل تعديل بسيط جدا على الغذاء بتاعه، وعلى عصاير بقى واكل صحي وحاجات كويسه جدا، بحيث انها تديله طاقه اكتر للتركيز. وفي نفس الوقت هنظبط مواعيد نومه، ينام بمواعيد معينه ويصحى بمواعيد معينه، فده طبعا هيعلي في الكفاءه ان شاء الله. الفكره هنا ان احنا بنمشي بمبدا ايه؟ work smart not hard. الموضوع مش مجرد ضغط وخلاص، ولا مجهود بيبذل في الفاضي. وتابع معنا ان شاء الله، في خلال ايام هتلاقي تحسن، وارجع لنا تاني.